بعض الجهات سواء خاصة أو غيرها يعني مفروض إنها ما تقتل الشغف حق الإنسان، سواء كان موظف بيرسم، سواء كان واحد عنده شغف في الفضاء يبغى تصريح من جهة حكومية، أو أي أحد. أكبر غلط تسويه في حياتك إنك أنت تقتل شغف إنسان وتقتل حبه في شيء هو يعشقه ويبغاه، سواء بالبيروقراطية بشكل غير مقصود أو بشكل مقصود، أو أنت نفسك ما أنت عارف إيش تقول له، لسه ما في تنظيم ما في شيء. يعني فطريقة تعاملك مع الإنسان اللي جاي وعنده شغف وفرحان وجاي يبغى يشارك معك ويفرح معك، يعني تخيل أنا أروح أطلع في قناة تلفزيونية يجيهم تليفون يقول لك سك على بحارث، سك عليه، ما نبغى يتكلم. طب ليه يا ابن الحلال تسوي زي كده؟ تحسب انه انا ما حدري؟ تحسب انه الاعلاميين ما هم اصدقائي؟ لا، الاعلاميين اصدقائي لان سنوات شغالين في المجال وعارفين هم ايش الشيء المقبول والغير غير مقبول. في اشياء غريبة تحصل بعض الاحيان، يعني قتل الشغف ترى هذا شيء مش بيأذي الناس وبيأذي صحتهم ويقلل من جودة حياتهم. ترى قتل الشغف هذا بيضر بالاقتصاد، لأنه كل الأشياء دي اللي كان ممكن ينتجها الشخص في 50 سنة من حياته ولا 70 سنة من حياته، يعني 50 سنة بعد ما صار عمره 20 صار منتج للمجتمع، كل هذه حتروح وحتختفي. حيقعد خلاص يروح وظيفة من 5 ل9 ويروح ويسوي من 9 ل5 ولا الأشياء دي.